من زوز فرق، فما غيابات من زوز فرق. معتز سوشان من جانب الترجي الجرجيسي، كيف توغاي وبن حميده من جانب الترجي التونسي. بيان سور نتصور كل فريق توا حضر كيف ما يلزم، قاري مليح الادفيرسير نتاعو. سنا يظهر لي في زوز مقابلات تعادلوا 0-0 و 2-2. دونك الماتش هذايا فاصل السيزون هذايا لشكون باش تكون غلبه، واكيد فما منتصر في اخر الماتش، فما ان تيتر اون جو. حظ موفق للزوز فرق، وان شاء الله نشوفوا ماتش يليق بنهائي كاس تونس. ياسين، مباراة مهمة غدوة للزوز فرق أكيد كما قلنا. مباراة ديما نقولوا احنا مباراة كبيرة، مباراة مهمة، مباراة ماهيش سهل لزوز أطراف، لزوز فرق. نذكروا احنا نهائي تاريخي نتاع 2005 زوز أهداف اللي تسجلوا، واللي كانت نتيجة المباراة هذه بوزانيتا ومحمد الغرياني غلطت كل التوقعات. باش نوريك لمقابلة الكأس ونهائي الكأس ديما ما يخضعش للأحكام المسبقة. الأكيد وثابت أنه الترجي في مهمة إنقاذ الموسم نتاعو. نعرفوا احنا أهمية الألقاب في فريق كبير كما الترجي الرياضي التونسي، وتلبية للونفي نتاع جماهيره. دونك بالنسبة لي بريمورديال بالنسبة للملاعبية والإطار الفني نتاع الترجي، وحتى للهيئة نتاع الترجي، خاصة بعد التغييرات الكبيرة اللي صارت. نحكي على قدوم ولا استقدام شكري الويعر في خطة جديدة. أكيد بالنسبة ليهم اللقب باش يكون هام للغاية، باش تبني عليه المسيرة نتاع الفريق الموسم القادم. شامبيونز ليج، استحقاقات كبيرة للترجي. كيف بالنسبة للترجي العكارة دونك فريق اللي في زوز 3 مواسم الأخيرة ورانا وجه جديد، ورانا طريقة لعب أخرى، ورينا فريق بطابع مختلف بتمشي تكتيكي متفرد به. ولو انه 3-5-2 من الخطط التكتيكيه اللي ما هي صعيبه وما هي سهله زاده في نفس الوقت. دونك تميز الفريق بال 3-5-2. رينا ملاعبيه ممتازين، رينا اجانب جيدين، رينا ثنائي هجوم ديجو والرحماني ملاعبيه ممتازين، وضياف اللي تألق في المقابلات، خاصة في مقابلة الكأس، مباراة المستير، مباراة سيساز هذا كيف دوزيام ميتون كي دخل. دونك مع اسيس ديفونسيف فيها رجيلي وفيها غومة وفيها زاد كيف وسط الميدان كوني خلفه. دونك فريق متوازن وفريق جيد بال 3-5-2. دور هام للغايه لي زيكسونتري. بالنسبه لي قوه الترجي الجرجيس في التكتل وفي لعب لي ترانزيسيون. الترجي اللي استعاد عافيته واستعاد توازنه، خاصه كما قلت انا بعد رجوع شاهي التهديفيه لدانو. فريق ككل تحسوا حتى على مستوى الاطراف مع براكوني تحسوا التوازن اكثر، تحسوا ولات الكومبليمونتاريتي والملاعبيه اللي تلعب متناسقه اكثر ومتجانسه اكثر، وحتى على مستوى التواصل جيد. دونك نشوفوا في ثلاثي منطقه وسط الميدان اكيد باش يكونوا هامين، سيرتو الشوا نتاع الملاعب اللي باش يعمل الاضافه العدديه. نحكي بيقدر يكون كونيتي، بيقدر يكون الجبالي، لي دو جوار دو كولوار ديارا، ينجم يكون الجبالي زاد كيف جوار دو كولوار، قصيل ابو عاليه. وكما قلت انا بالنسبه لي نقطه قوه الترجي في المقابلات الاخيره نتاع الكاس هي المهاجم. لابسونس نتاع بن حميده ودونك وتوغاي ما نتصورش باش تكون مؤثره برشا، لانه اللي في قدم مباريات ممتازه، اخر جزء مباريات جيدين. اي سيرتو بالنسبه لي رجوع الفورمه الياسين مرياح مع الكومبليمونتاريتي الكبيره مع جلاسي. دونك ان شاء الله نشوفوا مباراه ممتازه. ان شاء الله الموسم يختتم كما ينبغي، لانه بصراحه الموسم هذايا رينا بعض المباريات جيده، رينا برشا احتجاجات. ان شاء الله غدوه تكون مباراه فيها برشا روح رياضيه. سيرتو بالنسبه لي كل ميور كانوا كما قال الناس، يعني مبروك للترجي. الترجي سيفوز واحد منهم اكيد، مبروك للترجي بنهائي الكاس. قبل ما نجيك خال فقط سؤال اللي هم الزوز زاد نهايه موسم زاد نهايه موسم جيده للزوز حراس. امان الله مميش في الترجي في مسابقه الكاس وحتى في بعض مقابلات البطوله، وكذلك سيف الشرفي. سيف الشرفي عنده الخبره، ديسيزيف في الماتشات الكبار الاخرانيين. كونتر CSS كان ديسيزيف. امان الله مميش صحيح ما قبلش في الماتشات الكوب، لكن زاد الترجي ما لعبش ماتشات صعاب ما اختبرش برشا. ممكن الماتش غدوه ينجم يكون اختبار حقيقي لعوده مميش لتألقه ولا مستواه اللي عودنا به قبل فتره الفراغ اللي تعدى بها. كيف انا بالنسبه لي نشوف الحراس هذوما عملوا براتيكمون سيرتو في الفتره الاخيره مباريات جيده، حتى على مستوى المعنوي، على مستوى التوجيهات، على مستوى عدم قبول اهداف. دونك هذاك سي تري امبورطون بالنسبه للكابيتال كونفيونس نتاع اي حارس. وبالحق يعني غدوه باش يكون عندهم ابور كبير سواء الفريق هذا او ذاك، لانه مباريات غدوه راهي باش تلعب اكثر وباش تنحصر اكثر في منطقه وسط الميدان. لكن لي زوكازيون اللي باش يجيو باش يكونوا فارقين وباش يكونوا ديسيزيف لكل الفريقين. خال قابلت نهائي مهمه جدا غدوه بين زوز فرق كما قلنا
نقدموا نهايه موسم. بون بالنسبه للترجي اكيد مباراه انقاذ موسم. بالنسبه لفريق الترجي الجرجيسي اللي كنت حاضر في ملعب طيب الميري في المقابله الفارطه وكنت شاهدت يعني فريق ممتاز. صحيح، واختتام موسم رياضي اول حاجه يعني حاجه تحسب الى المكتب الجامعي يعني في توقيته يعني 31 وحتى تاجيل مباراه الكاس ما تاجلش تلعبت في نهايه الموسم هذا. غياب الدوليين يعني من الاول مراسلات بالمكتب الجامعي والانديه اللي كانت مؤهله ترشح نادي صفاقس يعني تحرم من ايمن دحمان قانون اللعبه. بالنسبه للفريق الترجي الجرجيسي خاصه في الست مباريات منذ قدوم منصف المشارك يعني قدم اضافه كبيره يعني مباراه كاس على 10 ماتشات وضد 11 يعني. بالنسبه للترجي الجرجيس تشوف الاجواء في حبايه الترجي الجرجيسي وجات في مناسبه عيد يعني الجاليه التونسيه الاصيلين من جرجيس كانوا متوافدين ياسر في على جرجيس. فما لقطه يعني معبره من الجماهير ترجي الجرجيس يعني 20 موتور كبيره من حجم ثقيل يعني باش تخرج من جرجيس هم على ملك مش يمشوا بها من رادس يعني. الاحتفالات بدات لقينا التذاكر يعني حتى في ولايه معتمديه جرجيس اقبال كبير ياسر. هذه مباراه انا بالنسبه للترجي الرياضي للتاكيد والعوده الى اللقب يعني خاصه الموسم يعتبر كارثي بعد مشاركة كاس العالم ختامه يعني مباراة كاس. بالنسبة للاعبين ترى جرجيس ومنصف مشارك هذا ديفي ياسر للاعبين خاصة يعني استانست اللاعبين في مباريات الكاس خاصة يعني في الادوار النهائية والادوار المتقدمة تتحصل على عقود يعني. ذكرت انت تو زميته ولا الغرياني بعد المباراة الكاس مشان تركيا وعديد اللاعبين اللي كانوا حتى في الاقسام من الرابطة حتى في الرابطات المحترفة الثانية مع اي فريق في الادوار المتقدمه يعني دور نهائي باش نعتبره هنا اختتام مهرجان الرياضي والمهرجان الفني ومهرجان كل شيء. واليوم حاجه جديده يعني اعتماد الفار على ثلاثه حكام في غرفه الفار يعني الحكم مجدي بلاغه ويساعدوا حسني النيلي ويساعدوا المساعد واحد اخر يعني ثلاثه حكام. ان شاء الله بالتوفيق للتحكيم ان شاء الله التحكيم يعطي حقه اول نهائي النضال الطيف اول نهائي النضال الطيف اول نهائي النضال الطيف يعني ان شاء الله بالتوفيق كحكم دولي لا عمره لا زفر عمره زفر اول مره يزفر مهم جدا المقابله هذه يعطي صحه له اذا نهايه موسم والشاره الدوليه عنده قدامه يعني ديسمبر قريب. والكلمه اللي قلت على المنتخب الوطني اول مره يترشح المنتخب الوطني التونسي دون هزيمه منذ بدايه التصفيات في كاس العالم. صحيح خالتك صح. هو شوف الانظار غدوه صحيح فما فينال وفما تيتر اما الانظار زاده باش تكون متجهه للتحكيم التونسي ومدى استعداده ومدى قدرته على انجاح النهائي هذا ان شاء الله نهائي بدون اخطاء تحكيميه مؤثره على النتيجه وتكون كارثيه ان شاء الله ما تكونش بالطبع اخطاء ما تكونش اخطاء مع عشان برشلونه عديده بالفار وبالصبعه وبالفار لا تو زادوا واحد اخر فار تعرفش عليه الفار ثلاثه راي خير من راي. فقط سؤال نادر سؤال مانيش انت محمد علي برمضان خارج بنسبه كبيره خارج حسابات الاهلي وباش يكون في الدوري القطري في صفقه تبادليه مع اكرم توفيق. اليوم خلينا نقولوا برمضان الحقيقه على سيزون اكوتي مع الاهلي وشوا ما كانش المصري ما نجحش برغم البدايه اللي كانت جيده خسر ديجا مكانه في المنتخب. بوتيتر في الدوري القطري البو رولونسي الكارير نتاعو وتكون عنده فايده. ايش قولك في الاخبار هذا يكون عنده فايده؟ لا ما قدمش موسم واحد وخاصه وقت اختياره سامي طرابلسي كظهير ايمن في المسابقه الافريقيه ومخلاه يعني مش في الاختصاص نتاعو خاطر عندي اللاعب يبدا اساسي ويقدم في الاضافه وتهزه ظهير ايمن يعني كانك يعني ماكش راضي عليه في الموقع نتاعو. انا بالنسبه لي خلص ضريبه كثره النجوم في فريق النادي الاهلي بدايه ممتازه وجيده جدا لكن للامانه من بعد صارت حاجات للاسف هدف شويه الهدف كونتر بورتو ما لقاش البوا نتاعو في الفيستير هذيك واسمعني في الفيستير هذيك واغلب لاعبين هجوميين وفيها نجوم وما يعملوش برشا عمل ديفونسيف سي تو تافي نورمال باش يكون هو البيس الفابل اللي تخرج. نحب نقدم تهاني يوسف المذبي مسؤول في نادي حمام ننف بمناسبة صدور حمام ننف انسان يعني يتبع في كل شيء ويتبع في البرنامج بتاعه. شكرا لك يوسف تحيه لك وما كذلك نعاود مره نقول مبروك للنادي الرياضي بحمام الانف صعوده الى الرابطه المحترفه الاولى لكره